وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد ابن عبد الله، أفصح من نطق بالضاد وخير من جرى لسانه بالعربية، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما اختلف الليل والنهار. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وكما ذكرنا، وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، من حيث نهضتها وانتشارها في العالمين، حيث نبحر معا في عالمها العميق، لأنها البحر كما قال شاعر النيل. إن الحرب الصليبية بين المسلمين والنصارى الغربيين وغيرهم لم تبدأ في نهاية القرن الخامس الهجري، ولم تنتهي في القرن السابع الهجري، بل هذه الحملات هي سلسلة في الصراع الطويل الذي بدأ بظهور الإسلام. وقد استطاع الصليبيون نتيجة انقسام المسلمين إلى دويلات صغيرة ضعيفة، وبفضل ما حشدوا من عدد وعدة، أن يخضعوا الكثير من الإمارات الإسلامية تحت سيطرتهم، كمدينة الرها وأنطاكيا وطرابلس وبيت المقدس، بعد دفاع مستميت من قبل السلاجقة الأتراك. ولم يدم الحال كثيرا حتى تمخضت الأيام عن ولادة قائدين عظيمين في عصر الحروب الصليبية، وهما السلطان نور الدين الزنكي والسلطان صلاح الدين الأيوبي. في هذه الحلقة نتناول مكانة اللغة العربية في العهد الزنكي والأيوبي، وبدءا نتعرف على هذا السلطان الصالح نور الدين الزنكي. هو الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود ابن عماد الدين أتابك، وهو أبو سعيد، يعني أبوه يكنى بأبي سعيد زنكي بن قسيم الدولة التركي، يلقب زنكي أيضا بلقب والده قسيم الدولة، فهو اسمه محمود ابن عماد الدين نور الدين صلاح الدين. هذه ألقاب لقب بها العلماء والقادة في ذاك الزمن. وأما السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمهم الله، هو ذلك الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب ابن شاري ابن مروان الحميدي، يعني اسمه يوسف ابن أيوب ابن شاري ابن مروان الحميدي من الأكراد الروادية. كان أبوه أيوب في خدمة الزنكي، ثم تولى بعلبك. هذان القائدان كان لهما أثر كبير في توحيد الصفوف الإسلامية والوقوف بقوة في وجه المد الصليبي، حتى بدأ بفضلهما ينحسر شيئا فشيئا، إلى أن توج القائد صلاح الدين انتصاراته العظيمة بفتح بيت المقدس عام 583 هجرية، الموافق لعام 1187 من الميلاد، بعد أن دنسها الصليبيون قرابة 100 عام. ينتمي الأيوبيون إلى الأصول الكردية، وهم من أشراف القبائل التركية. نمت دولتهم في أحضان الدولة السلجوقية التركية
ترافق ظهور هذه الدولة مع الهجمة الصليبية على ديار الإسلام، حيث شهدت البلاد في ظل الدولة الأيوبية ازدهارا علميا شمل بلاد الشام ومصر، بل تعد هذه الفترة ذات أهمية في التاريخ العالمي. وأبرز ما يميزها الحروب العدوانية التي شنتها أوروبا النصرانية باسم الدين على أرض الإسلام، فولد ذلك الجهاد الذي جمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم في تلك الفترة من الزمن. وتميزت تلك الفترة بظهور جماعة من المسلمين أعادوا للإسلام عزته ووحدته، كما تزعموا حركة الجهاد ضد الفرنجة وهم الزنكيون، ثم أتباعهم الأيوبيون أصحاب الفضل في ازدهار الحركة العلمية المهمة في تلك الفترة. المظاهر الاجتماعية والثقافية في العهد الزنكي والأيوبي: أولا، الحياة الدينية في العصر الزنكي والأيوبي. عمدت الدولة الأيوبية إلى القضاء على المذهب الشيعي ومحو أثره وتدعيم ونشر المذهب السني في كافة أنحاء البلاد، وذلك بعد أن بلغ الصراع الديني في الإسلام ذروته في تلك الفترة. كانت هنالك ما يسمى الفاطميون، أقاموا دولة سميت بالفاطمية. كانت السياسة التعليمية التي لجأ إليها الفاطميون لنشر دعوتهم لمذهبهم في مصر وما رافقه من تعذيب وتفكيك لأهل السنة والجماعة في ذاك الوقت. قابلها السلاجقة في الشام بتعصبهم للمذهب السني، وأنشأوا المدارس لمكافحة المذهب الشيعي. لم تكد تتم لنور الدين الزنكي السيطرة على مصر حتى تعجل صلاح الدين بمحو الخلافة العبيدية الفاطمية. ومعنى الدولة الفاطمية نسبوها إلى فاطمة الزهراء، وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فاطمة، وهي بريئة. وأما العبيدية فهو عبيدي الذي تسمى بهذا الاسم، وهو أصله مجوسي، يدعى حسين سعيد ابن حسين، فسمى نفسه عبيد الله، فسميت الدولة العبيدية الفاطمية. نسبوا الفاطمية لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وتوحيد البلاد تحت راية الخليفة العباسي السني، هذا ما فعله صلاح الدين بعد أن قضى على هذه الدولة الشيعية الرافضية، ووحد البلاد تحت راية الخليفة العباسي السني. أخذ صلاح الدين منذ أن ولي مصر للخليفة الفاطمي العاضد، وهو آخر خليفة في عصر الفاطمية، بالعمل على نشر المذهب السني، فأنشأ عددا من المدارس السنية. اهتم صلاح الدين بجذب العلماء، وكذلك جذب الصوفية، فأنشأ أول خانقاه، وهو ما يسمى بالأربطة، التي كانت تعد للعباد وللعلماء ولطلبة العلم، وجعلها برسم الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشيعية، ووقف عليهم أوقافا جليلة، وولى عليهم شيخا يدبر أمورهم عرف بشيخ الشيوخ. يذكر المؤلف التاريخي تقي الدين المقريزي أن سكانها من الصوفية، هؤلاء الصوفية كانوا علماء جاءوا إلى مصر هربا من الاضطهاد، سواء كان في الشام أو سواء كان في الأندلس، جاءوا إلى
هذه المنطقة، ورحب بهم القائد الناصر صلاح الدين. فقال المقريزي أن سكانها من الصوفية كانوا معروفين بالعلم والصلاح، وأن عدد من كان بها بلغ 300، وقد رتب لهم السلطان كل شيء ما يحتاجونه في هذا الرباط أو هذا الخانقاه، وبنى لهم حماما بجوارهم، ومن أراد منهم السفر أعطاه نفقة تعينه. وقال الرحالة ابن جبير الأندلسي: وهذه الطائفة الصوفية هم الملوك بهذه البلاد، يعني كانت رتبتهم كملوك بما أنفق عليهم وأجزل عليهم هذا القائد الناصر صلاح الدين لحبه للعلم والعلماء، لأن الله قد كفاهم مؤن الدنيا وفضولها، وفرغ خاطره لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا حبه للعلم والدين والعلماء كانت لسياسة القائد الناصر صلاح الدين الأيوبي وخلفائه مع المتصوفين الأثر الكبير في تشجيع كثرة الزوايا والربط التي اجتذبتها حولهم الأتباع والمريدين. في المقابل كان لكثرة الإقبال على التصوف في العصر الأيوبي بعد ازدياد عدد الوافدين على مصر من زعماء المتصوفة ومشايخهم، وبخاصة من المغرب العربي الذين أشاعوا حياة الزهد والتقشف. ثانيا، الحياة العلمية والأدبية في العصر الأيوبي. ازدهرت الحياة العلمية والأدبية في هذا العصر، فكانت امتدادا للنهضة العلمية التي كانت في العصر العباسي، على الرغم من الأحداث التي دهمت العالم الإسلامي آنذاك، والتي كانت عاملا من عوامل النهضة العلمية والأدبية لانصراف العلماء والأدباء للتحفيظ على المقاومة وبيان فضل الجهاد. وقد وسم العصر العباسي بأنه عصر إحياء للفكر والثقافة الإسلامية والعربية. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مرة أخرى، مواصلة لمن قطع من الحديث. وقد وسم العصر العباسي بأنه عصر إحياء للفكر والثقافة الإسلامية والعربية، كما كان عصر إحياء سياسي، وذلك راجع إلى عدة العوامل. العوامل الخارجية تتلخص في الغزو التتري الذي كان أتى على الإرث العلمي والحضاري الذي كانت تتميز به الحواضر الإسلامية في بلاد الشرق، وعلى الأخص بغداد. نحن تكلمنا عن التتار الذين هجموا على بغداد وأبادوا الكتب العلمية وقتلوا العلماء والصلحاء، مما أدى إلى هجرة العلماء الذين نجوا في ذاك الوقت بأرواحهم إلى مصر والشام ليسهموا بالنهضة العلمية المقبلة. وكذلك كانت هنالك في المغرب كارثة أخرى، حيث انقسمت الدولة الأندلسية إلى دويلات، فاحتل العدو كثيرا من بلدانها، مما أدى إلى هجرة الكثير من العلماء إلى مصر والشام. ثانيا، العوامل الداخلية تتركز في اهتمام بني أيوب بالأدباء والعلماء وتشجيعهم وإنزالهم المنزلة الرفيعة التي تليق بهم، أي بالعلماء والأدباء. فقد كان صلاح الدين الأيوبي يكرم من يرد عليه من المشايخ
وأرباب العلم والفضل. وكذلك خصص صلاح الدين للعلماء إقطاعا وراتبا يتجاوز 200,000 دينار حتى يتفرقوا لنشر العلم وتثقيف الناس وتعليم دينهم. وقد كان سلاطنة الأيوبيين يشاركون مشاركة فعلية كذلك بعد صلاح الدين. هؤلاء السلاطين الذين جاءوا من بعده كانوا يشاركون مشاركة فعلية في العلم والأدب ويصنفون. كذلك كانوا هم هؤلاء السلاطين كانوا علماء وأدباء، فكانوا يشاركون مشاركة فعلية في العلم والأدب ويصنفون فيهما. وفي هذا يقول الكاتب عبد اللطيف حمزة: وهنا لا نصادف ملكا من ملوك هذه الدولة الأيوبية أو أميرا من أمرائها قليل العناية بالعلم والاحتفاء بالأدب، بل أوشك أن يكون كل واحد من هؤلاء إما شاعرا وإما فقيها وإما محدثا وإما رجلا ذا تصانيف علمية أدبية. هؤلاء سلاطين الدولة الأيوبية الذين جاءوا بعد صلاح الدين. وما ذكرناه لا يمثل إلا قليل من المواقف والأحداث التي تدل على انشغال سلاطين الأيوبيين بالعلم. المجال الأدبي واللغوي: كانت السليقة العربية لدى سلاطين هذه الدولة، كانوا يتكلمون بالعربية. الأكراد أو الأتراك في ذاك الوقت تأثرا بالدولة العباسية التي نشرت اللغة العربية، فكانوا يتكلمون على السليقة، والسليقة هي الفطرة أو الطبيعة. لذلك حينما نقول فلان يتكلم بالسليقة أي يتكلم بالفصحى دون أن يتعلم، كما كان في عهد الجاهلية. كانت السليقة العربية لدى سلاطين هذه الدولة وتقديرهم البالغ للعلوم والآداب أمرا معروفا لديهم متوارثا عن أجدادهم، مما ساعد على وجود نهضة علمية أدبية واسعة شملت النثر والشعر، وجسدت الحوادث الجسام التي حفزت الأدباء على التعبير. وقد ازدهر الشعر في هذا العصر، ونبق من البيت الأيوبي في الشعر جماعة من الملوك والأمراء. ولقد أحب بنو أيوب الأدباء وقربوهم، فقد كان صلاح الدين كثيرا ما يجلس إلى العلماء والفقهاء والأدباء ليستمع إلى آرائهم ويصغي إلى إنشاد الشعر في أعقاب الانتصارات. ولا قراب أن يقول صلاح الدين مخاطبا بعد جنوده يقول: لا تظن أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضي الفاضل. هذا رجل أديب عالم كبير. مجال إنشاء المدارس ودور العلم: إن بناء المدارس في الإسلام لم يعرف إلا في القرن الخامس الهجري، أما قبل ذلك فقد كان المسجد للمسلمين هو مكان صلاتهم وعبادتهم ومكان تلقيهم لعلوم الدين واللغة وغيرها من العلوم. وقد انتشرت حلقات العلم في المساجد الجامعة بالحجاز ومصر والشام والعراق والقيروان وقرطبة وغيرها من البلدان الإسلامية. وسمي الدرس حلقة لأن الطلاب كانوا يتحلقون حول شيخهم، وكان الشيخ يستند إلى سارية أي إلى عمود بالمسجد يظل وقفا عليه ما ظل قائما بالتدريس، ويبقى مشهورا باسمه حتى بعد وفاته. كانت الدولة الأيوبية أول دولة أنشأت المدارس في مصر ووقفت عليها الأوقاف التي تضمن حياتها بعد موت منشئها. وقد تطرق ابن جبير الأندلسي للكلام عن هذه المدارس ويذكر مناقب الإسكندرية، فقال: ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه المدارس والمحارس الموضوعة
فيه لأهل الطب والتعبد يفدون من الأقطار النائية، فيلقى كل واحد مسكنا يأوي إليه ومدرسا يعلمه الفن الذي يريد تعلمه. وذكر ابن جبير الأندلسي أنه رأى بدمشق عندما زارها 20 مدرسة ومارستان، مارستان أي مستشفيات، والمساجد الكثيرة تقوم بالإنفاق على من يؤمها طلبا للعلم من الأوقاف. وهذا يوضح لنا أهمية الوقف في الإسلام، يتعدد في وقف التعليم، وقف الأئمة، وقف الطلاب، وهكذا. ومن أبرز المدارس التي أنشأها الملك الناصر صلاح الدين ولعبت دورا مهما في بيت المقدس، فبعد فتح المقدس بيت المقدس فلسطين سنة 583 هجرية، جلس صلاح الدين الأيوبي وفاوض جلساءه من العلماء والأكابر والأمراء والأتقياء الأخيار بأن يبني مدرسة للفقهاء الشافعية ورباطا للسلحاء الصوفية. وتنوعت الموضوعات التي كان العلماء يدرسونها بالمدرسة الصلاحية، يعني نسبة لصلاح الدين، بين العلوم الشرعية عامة وعلوم اللغة العربية والتاريخ والمنطق وعلم الكلام. وفي العصر الأيوبي بمصر أنشئت مدارس كثيرة، وقد أشار إليها المقريزي وهو مؤرخ كلها في خططه، وكان معظمها لا يزال قائما على عهده أي عهد المقريزي. وأما في الشام أنشئ أثناء العصر الأيوبي 50 مدرسة في دمشق و22 مدرسة في مدينة حلب. وأما المدارس التي أنشئت بالفسطاط، هذه المدينة التي أسسها عمرو بن العاص رضي الله عنه، والآن تسمى مصر القديمة. والقاهرة في العصر الأيوبي كما يلي: المدرسة الناصرية أو الشريفية أو مدرسة زين التجار، أنشأها صلاح الدين الأيوبي في الأول من المحرم سنة 566 الموافق لعام 1170 ميلاد، جنوب مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ووقفها على المذهب الشافعي، وكانت أول مدرسة أنشئت بديار مصر تحت إشراف الدولة. وأول من درس بها الفقيه ابن زين التجار. ثانيا المدرسة القمحية، هذه المدرسة هي بجوار الجامع العتيق، جامع عمر بن عبد العزيز، جامع عمرو بن العاص. كان موضعها يعرف بدار الغزل، وهو غيسارية يباع فيها الغزل، فعدمها السلطان صلاح الدين الأيوبي وأنشأ موضعها مدرسة للفقهاء المالكية. وكان الشروع فيها للنصف من المحرم سنة 566 هجرية. وقد حول صلاح الدين الجامع الأزهر الذي كان قد أنشأ كمركز لنشر العقيدة الشيعية عند العهد الفاطمي، حولها صلاح الدين إلى جامعة سنية، وأكمل مسيرة نور الدين، وأنشأ دور القرآن الكريم والحديث في أنحاء البلاد. ثم عين لها المدرسين، فاستقبلت الكثير من طلاب العلم، وأوقف عليها الأوقاف الخيرية للإنفاق. وما زالت هذه الأوقاف موجودة في الجامعة، جامعة الأزهر، سميت من الجامعة الأزهر، حولت إلى جامعة الأزهر، وما زالت تستقبل الطلاب من أنحاء العالم الإسلامي. ولم يقتصر بناء المدارس على الناصر صلاح الدين الأيوبي، بل ساهم في هذا العمل أبناؤه والأمراء وأعيان الدولة والتجار. ومن هذه المدارس
المدرسة الكمالية، والتي أنشأها الملك الكامل محمد بن الملك العادل سنة 622 هجرية، والمدرسة العادلية الصغرى التي بنتها بنت الملك العادل زهرة وغيرها. ولم يكن العلماء بمنع عن هذا المشهد، حيث قام الضياء المقدسي بإنشاء المدرسة الضيائية. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي